أهلا وسهلا، السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هانيين أموركم مزيانة؟ كنتمنى اختي هذا الفيديو لقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله البنات كما كتشوفوا غنحضر معكم البنات اليوم طريقتي في التحضير الكسكسو. هنايا البنات خديت طريفات ديال اللحم، المهم كيبقى على حسب الأفراد ديال العائلة ديالكم. صافي غادا نزيد عليهم هنايا البنات واحد البصلة كبيرة مشلضة وجوج حبات ديال المطيشه اللي نقيتهم حتى هما البنات وقطعتهم هكا مربعات هكا صغار. صافي غنزيد البنات شويه ديال الزيت، غندير البنات الملحه وغادا ندير الكركم اولا الخرقوم معاك. صافي البنات المهم متصورش شي اللقطه اللي كدرت فيها الزيت. صافي غنخلي البنات داكشي كيتشحر على نار مهيله حتى باش يطلق لي البنات داك الماء ديالو، حتى ديك العطريه كتزيد تدخل في يعني ديك الملحة وداك الخرقوم غيدخل ليا في ديك اللحيمة، ومن بعد عاد غادا نجهد عليه البوطة ونخليه يتشحر البنات حتى كتنزل ديك البصيلة وتنزل ديك الميطيشه. هنايا غندوز نحضر البنات الكسكسو. بالنسبه لهاد السميده البنات انا راه عندي سميده ديال العبار، يعني ماشي داك الكسكسو اللي كنعرفوا اللي كيتباع في الباكيه. درت هنا تقريبا واحد كيلو الا ربع صافي، وبسبسو هكا نيه تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء. المهم بالنسبه للماء راه كيبقى البنات على حسب السميده. صافي غنخليه البنات يتشرب، وفي هاد الاثناء البنات غندوز انايا نقضي الشغال ديالي. هنا غندوز اختي ناخد اولا غندوز هنايا يعني المعلات ديالي كل حاجه نرجعها لبلاصتها. هنا المعلات البنات راه كانوا مغسولين، هنا وجدت الخضره ديالي نقيتها كلشي البنات هنايا وجدته. صافي هنا غندوز ندير البنات كل حاجه في البلاكار، غير بلا ما تشربات ليا ديك السميده وتشحرات ليا ديك البصيله. صافي هنا خديت داك الغربال اللي كيكونوا عيون كبار، يعني ماشي بحال داك ديال الزرع لا الاخر. صافي هنايا غربلت البنات داك السميد ديالي يعني باش يتحلوا دوك الكويرات اللي كانت شي كويرات هكا كيتحلوا. صافي ودرتو هنايا في الكسكاس وغندي على البرمه اللي ديجا يكون فيها الماء غليان. صافي غادي نخليه البنات يفور تقريبا، يعني في الاول غنخليه تقريبا واحد 15 دقيقه كيفور. ومن هنايا غندوز نشوف الكوكوط ديالي. شوفوا معايا البنات، هنا اللحيمه كتبان لكم صافي انها يعني تشحرات. يعني البنات شوفوا البنات راه غير واخا زعما غير اللحم انا راه كنشحرو يعني اغلب الناس كيشحروا الدجاج واللحم، هو ما كيشحروش، انا كنشحر البنات اللحم هنايا. شوفوا معايا البنات ديك البصيله تاع الكات هي وديك الميطيشه، هذا هو السر باش كيجيكم داك المرق خاسر البنات. صافي هنا غادا نزيد عليه البنات تقريبا واحد المعلقه ديال سكينجبير ونص معلقه ديال الابزار، معالق كبار. صافي هنايا غنخليه عاوتاني البنات يتشحر واحد شويه داك السكينجبير حتى هو يدخل في ديك اللحيمه هكا. نخليه البنات يتشحر شويه وصافي، وغادا ندوز باش ان شاء الله غنزيد هنايا. شوفوا البنات انا راه نسيت، هنايا راه كندير بنات السمن في الاول. هذا البنات كيبان لكم احمر، هذا راه السمن الحي. المهم ماشي هذا هو اللون الحقيقي، غير بعد خطرات التصوير ما كيعطيش اللون الحقيقي. صافي هذا السمن الحيل كانت عطاتني منه واحد السيده الله يخلف عليها، كنقولها شكرا لك من هذا المنبر هذا. صافي هنايا البنات غنخليه يتشحر ديك السمينه حتى هي كتجي شاربه في ديك اللحيمه. نخليه يتشحر واحد شويه ماشي بزاف، يعني ماشي بحال الاول في التشحيره اللي درنا في الاول. صافي وغادا هنايا ندوز باش غادا نزيد الحمص اللي عندي مفزك من قبل، يعني تقريبا هنا كتشوفوا واحد الزلافه اللي هي ما عامراش. صافي وغادا نزيد الخضره اللي غادا تهز لي الطياب، يعني بحال القياس ديال اللحم. عندي هنايا اللفت، عندي اللفت هنا البيض واللفت الصفر. اليوم ما توفرش لي البنات اللفت المحفور. صافي هادشي اللي غادي ندير، وغنزيد البنات حتى ليشو. صافي ومن بعد غادا نمرق عليه بالماء سخون وغادا نسد عليه، وغنزيد البنات حتى هاد القبطه هادي ديال القزبر والمعدنوس. دائما انا كنغلب القزبر
على المعدنوس، كيعطي واحد المذاق زوين في المرق ديالكم. صافي هنايا غنبدا نمرق هكا بالماء اللي يكون غليان صافي، وغنسد عليه. هنا غنرجعوا للسميده ديالنا البنات من بعد ما طلع فيها داك البخار لمده 15 دقيقه كما قلت لكم. صافي هنايا غنديرها هكا في القصريه، وغندوز هنايا غندير البنات الملح الكافي اللي غتملح ليا ديك السميده، وغنزيد كذلك الماء بارد. انا البنات اغلبيه كنحط حدايا هكا واحد الكسرونه ولا واحد البانيو كندير فيه الماء، وكنبقى غير نهزها هكا غير بايديا وكنرش عيني ميزاني. اليوم تعمدت انني نحط حدايا الكاس باش نحاول نعطيكم واحد القياس اللي هو تقريبي، يعني راه كيبقى البنات على حساب السميده. كيما شفتوا معايا هنا، انا هنا تقريبا درت 2 كيسان ديال الماء، وحاولت في الاول نحل هكا بالفوي. صراحه الفوي كيحل هكا كسكسو زوين، وكيكون اصلا في الاول كيكون سخون، يعني غادي يحرككم في يديكم. فعاونوا في الاول بالفوي، من بعد كملوا بايديكم. صافي هنايا غادي زدت هنايا الكاس البنات هذا الثالث، ما زدتوش كامل، ولكن واقيلا راه غندخلو هنا كامل. المهم غنشوفو نقول لكم. صافي داكشي اللي درت البنات. صافي هنا بحال هنا دخلت بنات 3 ديال الكيسان. هنا دائما البنات ديروا ايديكم باش تعرفوا القياس ديال الماء باش تحكموا فيه. المهم انا راه درت كما قلت لكم بنات 3 ديال الكيسان، يعني تقدروا ديروا البنات يعني 2 كيسان ونص، 3 كيسان ونص، يعني للحساب، يعني كتشوفوا نتوما على حساب. صافي من بعد خليتو البنات هنايا راه حتى تشرب، يعني خليت يعني ديك السميده في داك الماء اللي درت حتى تشربات. عاد زدت هنايا الزيت، درت هنا خليط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، تقريبا واحد نص كاس. صافي هنا من بعد البنات عاوتاني غنديه تاني غنديرو هكا في الكسكاس، وغنديرو في البوطه فوق هكا البرمه. وضروري تكون البرمه يكون البنات الماء غليان، يعني حتى يبان لكم داك البخار طالع. عاد من بعد حطوا الكسكاس ديالكم. المهم كانت هذه اول مره غادي نشارك معكم كسكسو هكا في القناه، كنقول كلشي كيعرف يدير كسكسو. صافي هنايا البنات غنزيد انا هنايا خيزو. وانا اختي دائما كندير بطاطا اللي عند الوليدات راه عارفه. انا اصلا انا البنات انا كتعجبني بطاطا في كسكسو، راه كتعطي واحد التعليكه زوينه، جربوها البنات. صافي هنايا زدت البنات خيزو، وزدت بطاطا، وزدت القرعه كورجيت، وغادا نزيد حتى القرعه الحمراء. يعني ما غاديش كتعرفوا، يعني دابا خيزو تبارك الله راه طياب، يعني ما غاديش يهز الوقت بزاف. يعني كما غطيب لي القرعه غيطيب لي خيزو، يعني غير ما تفوتوش القياس باش ديك القريعه الحمراء ما تحرحرش معاكم. صافي وغادا نزيد البنات هنايا مطيشه اللي ديجا كنت طيبتها فوق البوطه وطحنتها في الهاشوار، وزدت عليها هنا واحد المعلقه، معلقه كبيره ما عامراش ديال مطيشه الحك. صافي هنايا غادا نزيدها هكا فوق ديك الخضيره. ومن بعد غادا نزيد هنايا واحد 2 فليفلات حارين، وحتى هذاك الشيء اللي كان تبقى ليا في الهاشوار. صافي انا راه غادا ندير هكا غير حط شويه ديال الماء باش ما يضيعش. صافي وغادا نعاود بنات نسل الكوكوط. صافي كما كتشوفوا الطريقه صراحه ديال الكوكوط كتجي سهله وعمليه وداغا كتسربينا. هنا عاود من بعد ما فار هذاك الكسكسو، فار تقريبا هنا تقريبا واحد مده 20 دقيقه، يعني خليته خد الطياب. هنا غنزيد الكاس الاول ديال الماء. صراحه هنا في الفوره الثالثه يعني ما كنديرش الماء كثير بحال الفوره الثانيه. كيما شفتوا الفوره الاولى خدات ليا ربع الكاس، الثانيه خدات ليا 3 ديال الكيسان. هنا درت الكاس الاول. صافي وكنبقى هكا كنخدم بايدي، وضروري باش تخدموا بايديكم كما قلت لكم باش تعرفوا القياس ديال السميد ديالكم، واش مازال خاصو الماء او لا. بالنسبه لي انا البنات هنا راه غادا نزيد الكاس الثاني، يعني هاد الفوره الاخرى يعني هزت ليا 2 كيسان ديال الماء. صافي غنديروا البنات هكا فوق البرمه نخليه يفور، ولكن من بعد حتى يتشرب. دابا غنخليه في القصريه هكا حتى كيتشرب مزيان من داك الماء ديالو، عاد غنديرو فوق البوطه. المهم انا البنات راه يعني السميده كنعطيها وقتها، او الكسكسو كنعطيه وقته هكا كنخليه ياخذ وقته في القصريه. صافي دابا غنخلي البنات نخليه يشرب. هنايا بنات يعني ديك الخضيره ديالي درت هكا في الكوكوط حتى هي كطيب، ولكن البنات راني هاد النهار عاوتاني فواحد الروينه، البنات عاوتاني ديال بصح. دائما البنات الغبره والطراب والحاله. المهم اليوم البنات دزنا باش غادي نصايبوا الضو كما شفتوا، يعني حيت عارفيني غادا نصبغ. بما اني غادا نصبغ والله ما بنات نريقل الضو ديالي، يعني نحاول دوك لانكازات اللي ما جاونيش في الاول في بلايصهم، فانا حاولت انني هنا نقادهم. هنا غادا نوريكم البنات هاد الجلي ديال التحجر اللي كان في الاول ما عجبنيش الصراحه، طلع زوين. انا اللي ما عجبنيش فيه انا نقول لكم شنو اللي ما عجبنيش فيه. هو بصراحه بحال
بحال غمق ليا هاد البلاصه هادي صافي. هذا هو اللي ما عجبنيش فيه. اما هو بصراحه طلع واعر، طلع غزال، كيجي بنات زوين في الشوفه. انا تمنيت غير كون كان انني ناخد يعني زليج خو هذا ونديرو هنا باش يمشي كامل زليج واحد. هذا هو اللي كان عاجبني، ولكن هذا طلع بصراحه غزال، غير هو بحال غمق اللون وصافي. هذا اللي كان. المهم خلوا لي البنات في الراي ديالكم في التعاليق، كيف جا، واش جا زوين ولا لا. المهم خلوا لي البنات الراي ديالكم. يعني يكون جا كامل هكا كان غيجي احسن ياك. شو البنات كون هكا بصراحه كان غادي زوين، ولكن هذا حتى هو بصراحه جا غزال ماشي تحزات غير البنات اصلا طول كيجي البنات، حتى زوين. واحد المشكل البنات وقع لينا في الساريات انهم لقينا الساريه من التحت بدات كتفرقع. ها هو البنات هنايا راه يعني راجلها هو هنايا قاده كيبان لك من ضرب ليها المرطوب. هنا عاوتاني البنات عاود حفر عليها وداك الحديد عاود صبغو. المهم راك عرفتوا الساريه خاصها تكون واقفه على الصح. المهم عاود هادشي كامل عاود درنا ليه الترميم. هنايا راه كيدير البنات هنايا في الجليج هنايا للباب. دابا راه كيصايب داكشي باش غيدير هنايا الزليج. هاد الباب بنات ديال الحديد حتى هو من بعد ان شاء الله غادي يتبدل، حيت صراحه ما بقى فيه ما يتشاف ولا حالته. المهم راجلي هنا هو اللي خدام دابا حاليا بايده. جا هنا التريسيان كان راجلي هو اللي حفر داكشي، والتريسيان هو اللي جا قاد ليه الخيوطه ومشى. ايوا صافي. المهم هنا زكريا مسكين راني معلقاه نهار كامل مسكين وانا معلقاه. انا مره نديرو في ظهري مره كنحطو هنا، ملي كينعس عاوتاني راه كنرتاح منه، حيت الصراحه كيبغي يحبوا داكشي كيمشي ليا هنا للتراب. ايوا صافي. المهم البنات شو هنايا كان عندي واحد البريز هنايا حيدته هنا في الوسط، جاني هنا في الوسط ديناه لهيها. ايوا اختي هذه هي الروينه عاوتاني ديال اليوم. كل نهار الغبره، كل نهار كلشي البنات تكرفص ليا. المهم ان شاء الله حتى نكمل ان شاء الله، وغندير ثاني واحد التخميله ثاني من اتل زد. وصافي اختي كسكسو ديالي ها هو وجد. ما نقولش لكم البنات كيف جا، عرفتش والله البنات حتى جا بنين 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 بنات وجا معلك. رغم انه بنات ما كيبغوش ليا السميده بزاف، عزيز عليهم البلبوله كيموتوا على البلبول، وانا العكس ديالهم انا كتعجبني السميده. المهم اغلبيه كندير ليهم البلبوله، ولكن ملي كنتوحش انا السميده كنقول لهم والو هاد النهار ديالي انا، هاد النهار غندير فيه السميده. بالاخص البنات هاد الجمعه هذه اللي فاتت ما درتش ليهم كسكسو، وماشي من عوايدي انني الجمعه ما نديرش كسكسو. انا عندي الجمعه ضروري من كسكسو. اختي كنبقاش نفرح كسكسو من هنا وريحه كسكسو من هنا. كنقول ندير واخا ندير غير رابعه شي رابعه وما نبقاش اختي بلاش. وهاد المره قال لي راسي ما ديريش الجمعه خليه حتى لحد يكون راجلي بارك هذا ونتجمعوا عليه. المهم مؤخرا وليت كنخلي البنات حتى لحد، ولكن بصراحه الجمعه كتبقى يا اختي بلاصتو. المهم نشوفوا معايا البنات كسكسو يا اختي كيف جا. تبارك الله ما شاء الله مشاهيتكم فيه. المهم بغيت عليكم هاد القصعه البنات. المهم ملي كنتو اختي كتسمعوا شي حاجه عرفتي انا كنمونطي معكم الفيديو في الليل وبنتي ناعسه حدايا كتشخر، نور حدايا ناعسه كتشخر. المهم ما سمعتوش حاجه راسكم سمعتوا والو. المهم صافي. هنا غندوز اختي نسكر القصيريه وغندوز ان شاء الله نتغداو البنات. المهم قلت لكم واحد القصيريه جات بصراحه لذيذه 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 بزاف. المهم اخواتاتي غير خليكم معايا حتى الاخير باش نشارك معكم ان شاء الله واحد الكيك اللي كيجي رائع غير بيضه وحده. المهم داك الكيك البنات راني صايبته غير بزز، انا كندير في الكيكه وراجلي حدايا حدا رجليا كيصايب في الساريه. مدابزه انا وياه. بالنسبه للكيكه البنات كما شفتوا احتاجيت هنايا بيضه وحده درتها هكا في البول. نزيد عليها هنايا واحد القبيصه ديال الملح، ضروري البنات مقبيصه ديال الملح في الكيك. وهنايا غنزيد واحد الكيس ديال السكر فاني. غنزيد هنايا كاس ديال السكر سنيده. صافي البنات وغادا نضرب. بالنسبه للبنات الخليط غيجيكم بحال ثقيل بحال، حيت ما فيش الكميه البنات ديال البيض بزاف، يعني غير بيضه وحده، ولكن غير كتخدموها هكانيه بالباطور صافي البنات راه كيطلق معاكم داك البيض. شوفوا البنات هنايا يعني ولا الخليط هنايا ابيض. هنا غنبدا نزيد في الزيت. بالنسبه للزيت درت هنايا كاس معامرش، يعني بحال كاس ناقص صباع هكا. صافي من بعد ما خدمته حتى هو بنات حتى دخل في داك الخليط ديال البيض والسكر. غنزيد هنايا كاس ديال العصير ديال البرتقال اولا الليمون. صافي خلطت البنات هنايا كلشي. من بعد غادي نزيد هنايا كاس ديال الطحين اللي هو مغربل من قبل. ضروري الكيك ديالكم تكونوا غربلتوا الطحين مره حتى جوج مرات باش كيجيكم الكيك ديالكم خفيف. هنا عاود زدت الكاس
الثاني وانا البنات عندي هنايا الفرص اللي كنستعمل انا، كنستعمل اغلبيه كنجيب البنات امكاليطه، الا في حاله الا ما لقيتهاش. المهم اغلبيه الناس كنجيب امكاليطه. هنا بالنسبه للكاستات، حيت صراحه امكاليطه البنات ولا الدقيق الفورس ديالها زوين بزاف، كيطلع الحلوى ولا الكيك كيطلعوا بصراحه زوين. هنا كيما شفتوا درت 2 كيسان ونص في المجموع ديال الطحين. غنزيد عليهم هنايا 2 اكياس ديال الخميره. بالنسبه للخميره البنات انا غربلتها هنا حيت بعض الخطرات كتكون هكا نيه مكوره، يعني ضروري تغربلوا حتى الخماره ديالكم. صافي هنايا غنخلط البنات كلشي، وكما قلت لكم كيبقى لي انا بالنسبه لي انا احسن طحين اولا احسن دقيق ابيض هو البنات امكاليطه. صافي كيما شفتوا خلطت هنايا كلشي حتى تحصلت على هذا الخليط هذا. صافي من بعد غناخذ بنات غير واحد القياس، غير واحد شويه هكا، واحد 2 معالق حتى ل3 من هذاك الخليط. نضيف عليه هنايا واحد الكيس ديال الكاكاو. صافي غنزيد هنايا واحد شويه ديال الحليب، ماشي بزاف، غير باش داك الخليط يخفف واحد شويه. صافي حيت في الاول درت الطحين الكافي في الخليط. صافي غادا نخلطو هكا حتى ينسجم البنات. صافي وغادا ناخذ المول ديالي من بعد ما دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين. بالنسبه للصراحه البنات انا هاد الكيك كنديرو في داك المول الطويل اللي هو العادي، يعني ماشي ضروري ديرو في هاد المول هذا ديال الكرانيت، انا راه كنديرو في داك المول العادي ديال الالومنيوم، ولكن صراحه راه ما عرفتوش البنات فين تلف ليا. المهم هذاك هو اللي كيعجبني في هاد الكيك هذا. صافي ملي ما لقيتوش البنات درت هذا ديال الكرانيت. صافي كما شفتوا يعني كناخذوا واحد الطبقه ديال الخليط هكا هذا اللي بقى هكا بالنكهه ديال الفاني. صافي كندير واحد الطبقه، وبالنسبه لهذاك اللي كيبقى ليا اللي بالشكلاط فانا كندير هكا واحد الخطوط اللي هي عشوائيه. صافي كنبقى غاده هكا البنات حتى كنكمل، يعني كنكمل الخليط اللي عندي كامل ديال الكيك. بالنسبه للفران انا البنات راني مشعلاه هنايا من قبل، يعني البنات عندي الفران ديال الغاز راه شاعل اولا سخون من قبل، يعني كنسخنوا الفران ديالنا من قبل. صافي هنايا البنات غندخل الكيك ديالي الفران وغنخليه يطيب على نار تقريبا متوسطه. صافي هنايا شوفوا البنات انا راه كنوريكم هنايا راه تريسيان ديالي راه خدام. المهم راه كمل من ديك الساريه اللي كانت حدا رجليا وداز هنايا يكمل البنات الضو. صافي انا كنت كنهضر معكم هنا مباشره. صافي غندير البنات دابا الكيك نخليها البنات يطيب. شوفوا بصراحة أخيب حاجة هي أنك تكوني ساكنة في شي دار يكون عندك الإصلاح بحال هكا، كتكون اختي الروينه ديال بصح، وكتكون واحد التماره واحد الستريس واحد العصاب واحد منقولش ليكم. المهم اختي الحمد لله على ايات وحال. صافي هنا البنات شوفوا الكيك ديالي كيف جا البنات، صراحه جا الكيك غزال بصراحه، غير هكا بصراحه كيشاهي، يعني بلا ما تحتاجي اختي لا تزينيه لا والو، ولكن انا ضروري من ديك اللمسات الاخيره. صافي هنايا درت هكا غبرتو هكا بشويه ديال السكر كلاصي. المهم كما قلت لكم البنات الا ما بغيتوش تزينوا راه ما تزينوش. صافي غبرتو هكا بشويه ديال السكر كلاصي، زدت عليه هنايا واحد شويه ديال الشكلاط هكا نيه في اللون الاصفر باش نحاول نخرج شويه اللون. هنا درت شويه ديال الشكلاط كحل هكا نيه محكوك. المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه، زينوا البنات نتوما كيف ما بغيتو. بما اني درت فيه عصير ديال البرتقال اختاريت هنايا ندير واحد لي طرونش هكانيه اولا هكانيه صغيورين مقطعين هكا ديال الليمون. صافي البنات كان هذا هو التزيين، صراحه جا بصراحه البنات زوين، والله جا الشكل ديالو زوين شكلا ومذاقا جا صراحه واحد الكيك بصراحه البنات رائع وخفيف خفيف خفيف بزاف. ايوا صافي اختي رافقتو بداكشي اللي عندي في الدار. بالنسبه لبنات الخبز انا ديك النهار ما عجنش، هاد الخبز كان عندي ديال البارح، كنسخنو اختي في ديك الاله ديال البانين اللي عندي كيجي بحال يلا طيبته بحال يلا خرجته من الفران. شوفوا معايا البنات الكيك ملي قطعته، المهم هنا راه كان شويه باقي سخون شويه قطعته هنا. شوفوا البنات كيف كيجي بصراحه الشكل ديالو رخامي، كيجي غزال، كيجي فتي، كيجي لذيذ. ما نقولش لكم عليه. المهم البنات اختي الا بقيتي معايا اختي حتى هنا ما تنسونيش البنات من اللايك، راه كتنسوني البنات من اللايكات، ديروا لي اختي لايك وخلوا معكم كومونتير لو وصلتي اختي حتى هنايا. كنقول لك شكرا لك بزاف بما انك وصلتي معايا حتى هنا، كنقول لك بسلامه عليك حتى الفيديو الجاي.